علاش كل مرة كيجينا الحماس باش نقراو كنشريو كتاب ولا كناخذوه من عند شي واحد فصحابنا من بعد ما كيقترحوا علينا ولا كيقترحوا علينا شي واحد من العائلة ولا شي قناة من قنوات يوتيوب، ولكن كنلقاو راسنا من بعد مدة قليلة شي ايامات ولا شي سيمانات كاع وقفنا على القراية، رجعنا الكتاب لبلاصتو ولا سدينا عليه في شي مجر. علاش كل مرة كيجينا هذاك الحماس باش نوضو نجريو نمشيو لاصال ولا نخرجو نديرو شي حصة ديال الجري على برا، كناخدو كاع مثلا شي مرات الحوايج باش نجريو ولا كنقدروا نشريو الماتيريال باش نخدمو، ولكن كدوز مده قليله اللي هي شي ايامات ولا شي اسابيع عاوتاني كنلقاو راسنا رجعنا لذاك الخمول اللي كنا فيه. علاش كيجينا داك الحماس باش نوضو نتعلمو شي لغه جديده ولا شي مهاره جديده وكنبداو بواحد القوه واحد العزيمه، ولكن كدوز واحد المده قليله كنلقاو راسنا رجعنا للحاله العاديه ديالنا ودخلنا في الروتين اليومي. الا كنتي كتعاني من هذا الشيء أبشر صديقي وصديقتي، ماشي غير انت بوحدك، الملايين على أرض هذه البسيطة كلهم كيعانيو من هذا المشكل. هادشي اللي غادي نحاولوا نهضروا عليه في الفيديو ديال اليوم باش نفهموا العلاقة بين هادشي اللي شفنا وبين العادات، وكيفاش العادات قادرين على أنهم يعاونونا باش نطوروا من راسنا ونزيدوا لقدام. وجد شي دقيقة هي هذيك، شي كويس ديال القهوة ولا عصير ديالك المفضل ويلا نكتشفوا هذا العالم. وكما العادة بقى حتى الآخر باش تفهم وتاخذ العبرة ونشوفوا المثال العملي اللي نقدروا نطبقوه انطلاقا من هذا الفيديو. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة الراشدي اللي الهدف ديالها تقديم محتوى نافع اللي غادي يعاوننا في حياتنا اليومية. إلا كنتي كتقرا، خدام، ولا غير كتقلب كيفاش تحكم في وقتك ودير بزاف ديال الحوايج زوينة في نهارك اللي تخليك فخور براسك، فراك في المكان المناسب. في الفيديو الاول كنا هضرنا على مسببات ضياع الوقت، وكنا هضرنا على المثال الاول اللي عنده علاقه بالتليفون وكيفاش نقدروا نتحكموا في الاستعمال ديالو. الا مازال ما شفتيش كنصحك تشوفه، غادي تلقى الرابط ديالو في صندوق الوصف. في هذا الفيديو غادي نهضروا على النوع الثاني اللي عنده علاقه بعوامل داخليه اللي هي السلوكات والعادات ديالنا. يعني هذا النهار غادي ندخلوا في العالم ديال العادات وغادي نشوفوا كيفاش المواظبة على عادات مزيانة قادرة على أنها تزيد بنا لقدام وتطور من حياتنا. قبل ما نبداو خصنا نتفاهموا بأنه العادات قادرة على أنه تشكل نهارنا، يعني قادرة على أنه تشكل حياتنا عن طريق الروتين وعن طريق الحوايج اللي كنعاودوهم كل نهار. يعني هذا الشيء هو اللي غادي يأثر على النتائج من بعد. باش ندخلوا مزيان في اللب ديال الموضوع غادي نحاولوا نجاوبوا على 3 ديال الأسئلة أساسية. تعريف ديال العادة، كيفاش العادة كتشكل أول مرة وشنو هما المكونات ديال العادة، وأخيرا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نزيدوا عادات مزيانة ولا نحيدوا عادات خايبة من حياتنا. خلينا نبداو بالتعريف ديال العادة. العادة هي واحد المجموعة ديال القرارات ولا أفعال دي زاكسيون اللي كنديرهم كل نهار. كاين تعريف آخر كيقول بأنه العادة هي واحد السلوك اللي كنديرو بشكل تلقائي وبلا ما نفكروا. إلا خدينا واحد الدراسة دارت في واحد الجامعة أمريكية، هذه الدراسة كتقول بأنه 40% من الحوايج اللي كنعاودوهم كل نهار هو مجموعة ديال العادات. بصيغة أخرى، حياتنا هي مجموع ديال العادات اللي كيتعاودوا كل نهار. يعني صديقي وصديقاتي، إلا كنتي فرحان ولا ما كنتيش فرحان هذا النهار، هذه النتيجة ديال العادات ديالك. إلا كنتي كتحس براسك ناجح ولا ما ناجحش هذا النهار، حتى هذه النتيجة ديال العادات ديالك. أجينا نشوفوا دابا كيفاش كتكون العادة. غادي باش تقرب الصورة أكثر غادي ناخذ 2 أمثلة. المثال الأول، أول مرة حاولنا نتعلموا نسوقوا البيكالا ولا نسوقوا الكار، كنديروا واحد المجهود باش نركزوا في هذاك الشيء اللي كنديروا. الطوموبيل مثلا كتركز باش أنك تشوف تشد لا ديريكسيون مزيان، تكون كتراقب المرايات مزيان إلى آخره. والبيكالا وكذلك كتحاول تشدي التوازن ديالك، كتحاول دير مجموعة ديال الحوايج اللي كيخليوك باش أنك تعلم تسوق البيكالا شوية بشوية. ولكن بعد مرور المدة ديال المعاودة وديال التجارب مرة من بعد مرة، كنلقاو راسنا بأنه ولينا كنسوقوا بشكل تلقائي بلا ما نحسوا وبلا ما نشعروا وبلا ما نحاولوا نركزوا حتى في داكشي اللي كنديروا، حيت دماغنا كيكون ولف وكيكون ربى العاده ديال السوقان سواء ديال البيكالا ولا ديال الطوموبيل. في نفس الوقت بالنسبه للناس اللي كيولفوا انهم ياخذوا قهوه الصباح، غير كتفيق كتحس براسك بانه عندك واحد الحاجه الكافيين. يعني كتمشي كتحاول اول حاجه كتقلب على انك تاخذ القهوه ديالك في الدار ولا على برا، باش كتقول بانه انا وجدت نهاري ودابا كنحس براسي فايق ومستعد باش نبدا النهار ديالي. في الامثله بجوج الانطلاق كان من فكره،
سواء أنه نتعلموا حاجة جديدة ولا رغبتنا في الكافيين. من بعد الفكرة جاء الاختيار، ومن بعد الاختيار زدنا الفعل. الاختيار زائد الفعل كيعطينا سلوك. دابا هاد السلوك إلا عاودناه وعاودناه بزاف ديال المرات، الدماغ ديالنا كيكون واحد الدوسي ديال هاد العادة وكيزيدها اللائحة ديال العادات اللي عندنا. نفس المنطق كيطبق حتى على العادات الخايبة. بالنسبة للناس اللي كيكميو كتولد عندهم هذيك الرغبة في النيكوتين، يعني كيمشيو اوتوماتيكمون ياخذوا هذيك السيجاريت وكيتسناو هذاك الاحساس اللي غيجيهم في الاخر بانهم شبعوا هذيك الرغبة ديالهم. عادة خايبة ولكن كتبقى عادة. دابا كيفاش كنقدروا نبقاو مواظبين على العادة سواء كانت مزيانة ولا كانت خايبة؟ هذا الشيء اللي غادي نكتشفوه في المكونات ديال العادة. المكونات ديال العادة هما 4 المكونات، غادي نحاولوا نختصرهم في C2R2. المكون الاول هو المحفز اللي كنسميوه الكيو ولا التريجر، اللي هو اللي منه كتبدا العاده. المكون الثاني هو الدافع كريفين، هو الحاجه اللي كتدفعنا انه نديروا هذيك الحاجه. المكون الثالث هو الجواب على هذه العاده الريسبانس. والمكون الاخير هو الريورد، هو الجزاء ولا الجائزه اللي غادي ناخذوا ملي غادي نديروا هذه العاده. باش تقرب الصوره اكثر غادي ناخذوا الامثله اللي هضرنا عليهم قبل. المحفز يقدر يكون هو الوقت اللي كنفيقوا فيه، ولا البلاصه اللي كنوصلوا ليها سواء كانت خدمه ولا كانت كافيتيريا في المدرسه ولا في الجامعه. يعني المحفز كيكون عنده علاقه بالوقت ولا بالمكان ولا بالمجموعه ديال الناس اللي مولفين كنتلاقاو بهم. قبل ما تاخذ القهوه ديالك ولا لا سيجاريت ديالك، الحاجه اللي كتخليك انك دير هذا الفعل هذا هو انك كتسنى واحد الاحساس غيجيك في الاخر، سواء انك تحس براسك فقتي ولا كتحس بهذيك لا دوز ديال النيكوتين خديتيها في الاول ديال النهار ديالك. هادشي اللي سميناه كريفين. شحال من مره كتكون شي حاجه مثلا عزيزه علينا كنبغيو ناكلوها، سواء كانت حلوه ولا مالحه ولا حامضه، قبل ما ناخذوها دماغنا كيعطينا هذاك الاحساس ديال هذيك اللهفه باش ناخذوها، وداك الاحساس بحال فعلا خديناها الوغ حنا مازال ما خديناهاش فعليا. يعني دماغنا كينتج واحد الهرمون اللي كيعطينا الاحساس بهذيك النتيجه. هادشي اللي سميناه الكريفين. دونك بهكا غادي نكونوا شفنا العناصر الاولى بجوج ديال مكونات العاده اللي هما الكيو والكريفين. دابا غادي ندوزو للجانب ديال الحل اللي هي الار 2. غنشوفوا الريسبانس والريورد. ملي كتقرر انك تاخذ القهوه ديالك ولا كتاخذ لا سيجاريت ديالك، هذا هو الجواب لهذاك المحفز اللي جا. ملي كتاخذ هذا القرار اوتوماتيكمون كتسنى هذاك الاحساس اللي كنا كيجيك في الاخر، سواء انك تحس براسك فايق ولا باش انك خديتي ديك لا دوز ديال النيكوتين. دونك هكا كنكونوا وصلنا للحاجه اللي كيكون الدماغ ديالنا كيتسناها، واللي هي الجائزه ولا الجزاء اللي كيكون عنده من بعد هذيك العاده. نختموا الحلقه ديال اليوم بواحد البروغرام: what gets measured gets managed or gets improved. يعني اي حاجه قادرين اننا نقيسوها، قادرين اننا نتحكموا فيها، وقادرين اننا نطوروا منها. الحل العملي اللي غنقترح عليك ما غاديش يختلف على الفيديوهات اللي دازو، هو انه غادي نقترحوا نفس التقنيه اللي هي تقنيه التتبع. دابا تعلمنا الاساس ديال العادات، بغينا نعرفوا دابا شنو هما العادات المزيانه اللي كيكونوا في نهارك وشنو هما العادات الخايبه. العادات المزيانه هي اي حاجه قادره تزيد بك للقدام، والعادات الخايبه هي اي حاجه قادره توقف في طريقك. نخليك دير هذا التمرين ونتلاقاو السيمانه الجايه ان شاء الله باش نشوفوا كيفاش نقدروا نزيدوا عادات بسيطه في حياتنا باش حياتنا تقدر تتبدل تماما. الى عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، سبسكرايب، بارطاج وشير باش فائده تعم ان شاء الله. والى الفيديو المقبل والله المعين.